مساء الانوار، ان شاء الله تكونوا لاباس. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. اليوم راح ندير معكم هذا الطبق، طاجين الكرنب. طاجين روعه ومن الاطباق الجزائريه المعروفه. راح نشاركها معكم بما انكم قلتوا لي حطي لنا اطباق شتويه. هذا الطبق في القمه، وطبق كذلك تاع ضياف يعني، وحاجه بريزونطابل وحاجه بنينه بالبزاف. الطبق هذا درته بالكرنب وشويه تاع كفته، يعني ماشي بزاف، قيس 30 ميل تاع كفته، وراس تاع كرنب يكون متوسط. هنا اول حاجه راح نبدا بها هي راس تاع كرنب يكون متوسط، يعني ماهوش صغير بزاف وماهوش كبير. راح نديره قطع صغيره عشوائيه، ماشي شرط، ما نحتاجوش هنا الشكل تاع الكرنب. كنت درت الماء يسخن عندي باش نفور هاد الكرنب عندي، فوروه مده 25 دقيقه. من يبدا يفور وتبداو تقلبوا فيه، ديروا له شويه تاع الملح فقط وشويه تاع فلفل اسود، وخلوه يفور حتى ل 25 دقيقه. انا هنا راني غسلت الراس تاع الكرنب قبل، وراح نعاود كي نقطعه راح نعاود كذلك نغسله، غسلوه مليح وخلوه يفور كما قلت لكم، غطوه مليح وخلوه يفور. هنا بين ما فارلي روح نوجد المرق اللي راح ندير فيه الكرنب هذاك. راح ندير كميه تاع زيت، راح ندير هنا قطع تاع الدجاج اللي متوفره عندي، ماشي شرط. ندير معاهم بعد ما يتقلاو شويه، ندير معاهم حبه بصل تكون متوسطه، وندير معاهم سنينات تاع ثوم كنت رابيتهم، نخليهم كذلك يتقلاو مع بعضهم. انا باش تجي ماكلتكم بنينه دائما نقول لكم قلوها مليح باش ما تجيكمش البنه تاع البصل. شتوها هي تجي قاطعه بزاف في الماكله وكل ما تقلوهاش مليح. انا لازم نقلوها مليح. هنا بعد ما تقلات عندي كما راكم تشوفوا، رايحه نضيف لها كذلك توابل وطماطم معلبه باش تقلى، وندير لها كميه تاع هريسه. انا بالنسبه للتوابل درت شويه تاع فلفل اسود وشويه تاع راس الحانوت فقط، يعني ما نكثرش توابل. درت كميه قليله تاع هريسه وملعقه صغيره كذلك تاع طماطم معلبه، ونخليهم كذلك يتقلاو مع بعضهم مليح. لازم كذلك تقلوا الطماطم المعلبه، تعطيكم بنه بزاف رائعه في الماكله تاعكم. بالنسبه للهريسه اختياريه، تقدروا ديروها تقدروا تستغناو عليها. درت هنا كميه تاع ملح. انا راح نضيف الحمص اللي كنت طيبته نص طياب كما راكم تشوفوا، ديروا كميه ونخلوهم كذلك يتقلاو شويه ونرجع نمرق. انا درت حوالي الكاس تاع الماء، ديروا حتى الكاس ونص عادي، واذا ما عندكمش طاجين كيما هاك ديروا في الكوكوط مش مشكله. ومن بعدها راح نعطيكم الطريقه الاخيره اللي تدخلوا فيها هذا البلا تاعكم للفور ولا هذا الطبق للفور. هنا بعد ما شوفوا بعد ما فار عندي الكرنب، شوفوا كيفاش ولا، يعني الكامل الحجم تاعها نقص. هنا اول حاجه والخطوه المهمه انكم تعصروه مليح من الماء، يعني نتوما تعصروه هو يطلق في الماء، يعني عصروه وعاودوا حتى تخلصوا من اكبر كميه تاع ماء، يعني بقدر ما تقدروا تخلصوا من الماء اللي فيه. هنا بعد ما نشفتها مليح من الماء وبرد شويه، نرجع ندير له توابل. ندير شويه تاع فلفل اسود، وندير شويه تاع راس الحانوت يعني كيما التوابل اللي درتهم في المرق، وندير هريسه اذا كان عندكم، وندير طماطم معلبه كذلك، ندير غير شويه كيما الطماطم المعلبه درت نصف ملعقه والهريسه درت 4 ملعقه. هنا ندير سنينات تاع ثوم، رابي في حوالي 4 سنينات ولا 3 تاع ثوم يكونوا كبار. هنا الملح ما تكثروش على خاطر راني درت الملح في الكرنب. ندير 2 ملاعق مايزينا كبار ولا نشا باش يمتص لي السوائل كامل تاع الكرنب. هنا نخلط ونحاول نخدم باليد، يعني احسن باش ندخل كامل المكونات في بعضها. هنا بالنسبه للتوابل اختياريه، تقدروا تزيدوا شويه تاع كمون فقط. هنا ندير شويه تاع كفته، قلت لكم انا هذه يعني
حساب 30 ميل تاع كفته فري، يعني ما يشكونجلي، ودرت معاه حبه تاع بيض. نحاول اني ندمج كامل هذوك المكونات مليح مليح حتى يعني يولوا عندي مزيج واحد. وكما كنت تشوفوا قلت لكم عطاتني كميه لاباس بها. هنا ندير شويه تاع ملح، يعني وصفه سهله وبسيطه، وتغيروا كذلك في الاطباق اللي تقدموا بها الكرم. انا زدت شويه تاع كمون فقط، رشه خفيفه، تقدروا تستغنوا عليه كذلك. هنا نحاول ندير كرات متساويه بهذا الشكل. شوف كي تتحكم عندي الحشوه تاعي ولا هذا الخليط، نحاول ندير كرات ما هي صغيره ما هي كبيره، وتكون متساويه بهذا الحجم. هنا ما تخافوش مش رايحين يتحلوا، وكذلك نعطيكم نصيحه ما تقلوهمش على خاطر يتحلوكم، لازم يعني طيبوهم في مرق فقط. هنا كذلك بعد ما نكمل الكرات تاعي يكون المرق تاعي طايب، ويكون الدجاج اللي فيه كذلك طايب. نقلع فقط كما كنتم تشوفوا الدجاج، راح نحمره بجهه، وراح نضيف كما قلت لكم لي بول تاعي اللي درتهم، ونخلوهم يطيبوا على نار هادئه مده يعني 20 دقيقه. وراح ندخل بعد ما يطيبوا راح ندخلهم للفرن فقط من الاعلى على الشوايه فقط، يتغير شويه لونهم، ونقدمهم لكم ان شاء الله في الاخير. يعني هنا مش راح يشدنا في الطياب. واذا بغيتوا صوص راح تضاعفوا المقادير في الاول، وتزيدوا شويه يعني تاع الماء باش تجيكم صوص للتغميس، يعني تكون كميه كبيره. يعني كل مره راح نفتح ونشوفهم، راح نفرغ عليهم شويه من لاصوص هذيك باش يدوا البنه تاعها. الحاجه المليحه في هذا الطواجين انهم ديروا كميه قليله تاع ما تنشفش، وطيب كذلك الماكله على نار هادئه وطيب مليح. راح نغطيهم، قلت لكم كل مره راح نرجع ندير لهم شويه تاع لاصوص من الاعلى كما كنتم تشوفوا. وبعد اللي يطيب راح نزيد نحمره قلت لكم في الفرن، نشعل عليه من الاعلى فقط باش يتغير لونه، يدي هذيك التحميره المليحه، وكذلك يتجمر شويه في الفرن فقط. هنا هذا هو الطبق تاعي بعد ما طاب، ولا طاجين تاعي. شوفوا كيجي معسل، يجي روعه، ويجي البنه ما نحكي لكمش، يعني بزاف بزاف بنين، وكامل عجبهم في الدار. يعني وما تقولوا ليش مقاديره بزاف، راني قلت لكم الكميه اللي داها لي هذاك الراس تاع الكرم، يعني كميه قليله بالنسبه ل 30,000 تاع كفته. وكما تقدروا ديروا كذلك كفته تاع الدجاج عادي ماشي مشكله، لكن غيروا شويه في الاطباق فقط وفي تقديمها باش ولادكم ما يملوش، وكذلك ازواجكم ما يملوش الماكله تاع الكرم، وتجيهم حاجه مغايره. هنا ديجا ما يفيقولهش باللي كرم، حتى من بعد انا قلت لهم بلي هذاك كرم. ان شاء الله احبابي تجربوا الوصفه وتعجبكم، وتحيه لكل اللي طلبوا مني الطبق. وهذا الطبق مهدى لكم كامل اللي بعثوا لي في الخاص باش نطلع هذه الوصفه. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. ما عليا نقول لكم الا تهلاو في رواحكم في وصفه اخرى ان شاء الله.